عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب أولى ثانوي في كل مكان، برحب بيكم. النهاردة إن شاء الله هنحل أداءات وتقييمات مادة التاريخ الصف الأول الثانوي الأسبوع الرابع. معاكم مستر عبد الله مجدي، ويلا بينا نبدأ بأول سؤال في أسئلة الأداء الصفي. أول سؤال بيقول: تشابهات الحضارة المصرية القديمة مع حضارة بلاد العراق القديم في عدة جوانب. يخرج عنها، نركز في كلمة يخرج عنها. طيب قيام، أول إجابة بيقول قيامهما في أحواض الأنهار. طبعا الاتنين متشابهين في كده، فمش دي الإجابة. تمام، الاتنين متشابهين في مصر قامت على حوض نهر النيل، وبلاد العراق كان فيها نهرين أو فيها نهرين، دجلة والفرات. طيب كونهما من حضارات الشرق، الاتنين من حضارات الشرق. الموقع الجغرافي المتوسط، الاتنين موقعهم جغرافي متوسط، ولكن اللي بيخرج عنهما مجاورة بلاد فارس. مجاورة بلاد فارس، العراق بس اللي مجاورة لبلاد فارس، أما مصر لا تجاور بلاد فارس. نرجع للخريطة ونشوفها. طيب، تحتضن أرض مصر أكثر من ثلث آثار العالم، وما تزال باقية إلى الآن. أي من الآتي ساعد على صمود تلك الآثار؟ إيه أكتر حاجة ساعدت على الحفاظ على الآثار المصرية؟ هل الحدود الطبيعية؟ الحدود الطبيعية؟ لا، الظروف المناخية. طبعا الظروف المناخية هي اللي ساعدت على الحفاظ على أو حماية وبقاء الآثار المصرية، لأن مصر بتقع في، أو معظم موقع مصر بيقع في الإقليم الصحراوي الحار الجاف، يعني ما بيبقاش فيه مطر، فده اللي حافظت على الآثار المصرية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: جاء التأثير والتأثر بين مصر وحضارات العالم القديم نتيجة إيه؟ هل الموارد الطبيعية، ولا اعتدال المناخ، ولا الموقع المتميز، ولا الحدود الطبيعية؟ طبعا الموقع المتميز. الموقع المتميز جعل مصر تقدر إن هي تتواصل مع جيرانها، فهي دي الإجابة الصحيحة. طيب ساعد وجود الجنادل في جنوب مصر على ازدهار التجارة مع الجنوب؟ لا، ده بالعكس، ده أعاق التجارة مع الجنوب. طيب زيادة تواصل حضاري مع وسط أفريقيا؟ برضو قلنا إنه أعاق التجارة في الجنوب، فما كانش، أو أعاق يعني التواصل ما بين مصر والناحية الجنوبية. تحقيق الأمن القومي لمصر، وحقق فعلا الأمن القومي لمصر من الناحية الجنوبية. تمام، كثرة تعرض لا، مش هي دي الإجابة، فهتبقى تحقيق الأمن القومي لمصر. السؤال بعد كده بيقول: أعظم قيمة لنهر النيل في حياة المصريين القدماء كانت من الناحية؟ طبعا النهر النيل أكسب المصريين قيم كثيرة، زي الوحدة والتضامن، التكافل والتكامل، التواصل ما بين كل الحاجات دي. يا جماعة حاجات اجتماعية، مش ماشي. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: حدد الأثر الناتج عن وفرة الصخور والثروات المعدنية في مصر بالنسبة لحضرتك. طبعا الصخور والمعادن كانت أغلى الثروات بالنسبة لمصر القديم، واللي ساعدته على قيام الحضارة، لأنه استخدمها في صناعة أدواته وصناعة الحلي، بناء الأهرامات، نحت التماثيل. دي الإجابة بتاعتنا. السؤال اللي بعد كده بيقول: لنهر النيل دور في الحفاظ على موارد مصر القديم، دلل على صحة العبارة. طيب نهر النيل طبعا علم المصريين الوحدة والتضامن، وتوحد المصريين بقى بعد كده علشان يعملوا الجسور والحفاظ على مياه الفيضانات. طيب ننتقل للأسئلة اللي بعد كده، وهي الواجب المنزلي. أول سؤال بيقول: يصعب أن تقوم الحضارة إذا افتقدت الدولة لوجود إيه؟ هل أحواض الأنهار، ولا المناخ المعتدل، ولا الموقع المتميز، ولا العنصر البشري النشط؟ يعني هتبقى طبعا العنصر البشري النشط، لو معنا كل دول، لو معنا ده ومعنا ده ومعنا ده، بس معناش العنصر البشري النشط، مش هنقدر نعمل حضارة. تمام، يعني مثلا لو احنا ما عندناش احواض انهار، تمام، ولكن عندنا عنصر بشري، هيبقى في حضارة. تمام، زي حضارة فينيقيا مثلا. حضارتهم ما كانتش قايمة على الزراعة و- او على وجود الانهار. تمام، ولكن كان في عنصر بشري قدر ان هو يستغل البيئة اللي هو عايش فيها، عايش على البحر، فاستغل البحر في التجارة والصيد. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: الحضارة المصرية، حضارة فينيقيا، حضارة اليونان، حضارة الرومان، العمل المشترك الذي يجمع يجمع هذه الحضارة يتمثل في ايه؟ هل الإشراف على مسطح مائي واحد؟ طبعا هي دي الإجابة من غير ما أبص على بقية الإجابات. كل الحضارات دي بتطل على مسطح مائي واحد.
طيب هو بيقول كونهما من حضارات الشرق، مش كلهم طبعا، من حضارات الشرق. كونهما جزء من حضارات الغرب، برضو مش كلهم. سهولة التواصل الداخلي بين الأقاليم، لا طبعا الأصح هي الإشراف على مسطح مائي واحد. طيب السؤال بعد كده بيقول ازداد التواصل والالتقاء بين الشعوب والحضارات بفضل ايه؟ هل وجود الأنهار التجارية، ولا قلة الموانع الطبيعية، ولا وجودها على مسطح مائي واحد، أكيد طبعا قلة وجود الموانع الطبيعية دي اللي ساعدت على التواصل مع أو ساعدت التواصل ما بين الشعوب وبعضها. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول ساعدت مخاطر نهر النيل المصريين القدماء في توحيد جهودهم، فتحقق بينهم مبدأ. طبعا ايه المخاطر اللي كانت بيواجهها المصريين القدماء من نهر النيل؟ هو الفيضانات. طيب عملوا ايه؟ عملوا توحدوا من أجل عمل السدود والجسور وحمايتهم من الفيضانات. طب الكلام ده نقول عليه ايه؟ تضامن. هو طبعا هنا جايب كلمة واحدة بس، التضامن. هي التضامن والوحدة، وعادي لازم نبقى عارفين ان التضامن هو التضامن والوحدة، او التضامن هي الوحدة والوحدة التضامن. السؤال اللي بعد كده يقول ويل ديورانت الحضارة نظام اجتماعي يعين الإنسان على الزيادة من إنتاجه الثقافي والمادي، والحضارة تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما آمن الإنسان من خوف حقق الإبداع. طبقا لتلك المقولة ساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة. طبعا طبقا لأفكار ويل ديورانت هتبقى إيه؟ هل الموقع الجغرافي والحدود الطبيعية؟ طبعا الموقع الجغرافي والحدود الطبيعية، لأن حدود مصر كلها من الشمال في بحر متوسط، صحاري في الشرق وغرب، وبحر كمان في الشرق، من الجنوب جنادل. حدودها الطبيعية برضو ساعدت على كده. الموقع الجغرافي كمان ساعد على الاستقرار. فكل دي حاجات يعني بتعبر عن أفكار ويل ديورانت. السؤال اللي بعد كده بيقول للمناخ دور في الحفاظ على بعض مكتسبات الحضارة المصرية القديمة. طيب لأن جفاف المناخ ساعد على حماية الآثار. تمام. لأن مصر معظم مناخها بتتبع المناخ الصحراوي الجاف، وبالتالي ده ساعد على حماية وبقاء الآثار المصرية القديمة. بعد كده بيقول مصر هبة النيل، ما رأيك في هذه العبارة؟ طبعا لا أوافق، لأن مصر ما كانتش هبة النيل فقط، ولكن كانت مصر هبة النيل والمصريين. فلولا جهد وكفاح المصريين لما ظهرت هذه الحضارة العظيمة التي أثرت في أو حضارات العالم القديم. طيب ننتقل بقى الأسئلة المهمة، وهي أسئلة التقييم الأسبوعي، ونبتدي بالمجموعة الأولى. بيقول تقوم الدولة حاليا بإنشاء العديد من المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والجديدة وغيرها. أي من عوامل قيام الحضارات المصرية القديمة ساعد ذلك قديما؟ هل طبعا وفرت الثروات هي اللي بتساعد على بناء وإقامة المشروعات. يعني بنتكلم بقى على الثروات بشكل عام. خصوبة التربة هزرع بس، نهر النيل بقى يعني شرب، زراعة، ري كده يعني. تنوع مناخ ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في تبادل المحاصيل الزراعية. انما لما يبقى في ثروات بشكل عام هقدر اعمل مشاريع. طيب ننتقل للسؤال اللي بعد كده. بيقول مثلت مصر قلب العالم القديم وحلقة الاتصال بين أقطاره وشعوبه. هل من خلال إيه؟ طبعا الموقع الجغرافي. سهل أوي، سهلة جدا. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول يعد القصر المشترك بين عوامل قيام الحضارات في بلاد الشرق القديم. طبعا العامل المشترك في قيام أي حضارة أو أي حضارات هو كفاح الإنسان. يعني ممكن الحاجات دي مش هتبقى مشتركة، يعني الحاجات دي ممكن تكون في حضارة فيها مناخ معتدل وحضارة تانية لأ. ممكن يكون في حضارة فيها أنهار لكن لازم علشان يبقى في حضارة لازم يكون في كفاح للإنسان. لازم الإنسان يستغل البيئة اللي هو عايش فيها ويعمل حضارة. طيب واضح يا شباب؟ الموضوع سهل إن شاء الله، إن شاء الله يكون سهل. طيب اكتسب المصريين القدماء كثير من القيم من نهر النيل، دل على صحة العبارة. طيب طبعا اكتسب المصريين قيم كثيرة
منها الوحدة والتضامن والتكافل والتكامل والتواصل فيما بينهم ومع الآخرين. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول حدد العلاقة بين حدود مصر الطبيعية وقيام حضارية وقيام حضارتها. طبعا الإجابة النموذجية هنحكي بقى في قصة الحدود الطبيعية الآمنة بتاعة مصر. يعني مثلا تمتعت مصر بحدود طبيعية آمنة، تمثلت في فوق في الشمال في بحر متوسط، تحت في الجنوب في جنادل في مجرى نهر النيل جنوبا، عندنا البحر الأحمر في الشرق، عندنا الصحراوات شرق وغرب وادي النيل. انت مع العدو يخش يعني ويفكر هيتوه في الصحراء. تمام. الكلام ده طبعا كان زمان، احنا بنتكلم على الحضارة بتاعت مصر زمان. دلوقتي الحدود ديت ما بقاش لها لازمة، يعني الحدود الطبيعية ديت ما بقاش لها لازمة في الدفاع عن مصر او استقرار، لان بقى في حاجات تكنولوجيا متطورة وكده. فانا لما باجي اتكلم على الحدود الطبيعية الآمنة بتكلم عليها زمان قبل ما يبقى في حاجة اسمها طيارة صواريخ كده يعني. المهم، بتعد طبعا الحدود الطبيعية الآمنة ديت زمان كانت بمثابة الدروع الواقية للمصريين. ليه؟ لأن زمان ساعدتهم على الدفاع عن بلادهم ومقاومة المعتدين والطامعين في خيراتهم. كمان كانت بتحقق الأمن والاستقرار. خش بقى على المجموعة التانية يا شباب، ويا رب تكونوا مركزين معايا. السؤال أول سؤال في المجموعة التانية بيقول: يقول جمال حمدان في كتابه شخصية مصر: مصر حجر الزاوية في الثلاثية القارية التي يتألف منها العالم القديم. طيب الكلام ده نستنتج منه أن العامل الأقوى من وجهة نظر الدكتور جمال حمدان في تكوين شخصية مصر المتميزة. برضو جمال حمدان بيتكلم على فكرة الموقع الجغرافي. تمام. موقع مصر الجغرافي مساعد مصر على التواصل تحت في الجنوب مع أفريقيا، فوق في الشمال أوروبا، عندنا في الشرق آسيا. ف تبقى الإجابة الموقع الجغرافي. تبادل المصريون قدماء المحاصيل الزراعية بين الشمال والجنوب، فتحقق لهم ايه طبعا التكافل والتكامل. انا اخترت التكافل والتكامل ليه؟ ما هو لما تنوعت المحاصيل الزراعية، تمام، ده يخليني اتبادل المحاصيل. يعني لو انا مثلا في الشمال وليكن بنزرع بنجر السكر مثلا، وتحت في الجنوب وليكن مثلا اي نوع زراعة رز. تمام. فانا بدلت، هما مثلا خدوا شوية بنجر واحنا خدنا، فاحنا عملنا ايه؟ تكامل. انا خدت حاجة جزء من اللي عندي وانت خدت جزء من اللي عندك، فعملنا تكامل وتكافل. سهلة يلا نخش على اللي بعدها. طيب العامل الرئيسي في قيام الحضارة المصرية القديمة هو نهر النيل. طبعا ده من وجهة نظر هيرودوت. قلنا ان هيرودوت قال لك مصر هبة النيل، واحنا طبعا بنقول مصر هبة النيل والمصريين، فلولا جهد المصريين وكفاحهم ما كانش هيبقى فيه حضارة مصرية قديمة. السؤال اللي بعد كده بيقول فسر أسباب الرخاء الاقتصادي الذي عاشه المصري القديم. ليه كان في رخاء اقتصادي عند المصري القديم؟ علشان حاجتين: في نهر النيل وفي ثروات معدنية. خلاص، يبقى فضل الثروات اللي كانت موجودة عند المصري القديم، سواء ثروات معدنية أو نهر النيل. طيب خلي بالك بقى إنه ساعات بيقولك أغلى الثروات عند المصري القديم ده، وده ساعات بيجي السؤال ده كسؤال مباشر، فهتبقى الثروات المعدنية. خلاص. طيب فاحنا عندنا طبعا نهر النيل حاجة مهمة جدا بالنسبة للمصريين القدماء، ولكن لما يقول لك أغلى الثروات بالنسبة للمصري القديم واللي ساعدته على قيام الحضارة، طبعا الثروات المعدنية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول: قلة وجود حواجز أو موانع طبيعية بين الحضارات القديمة كان له قيمة كبرى أو له قيمة كبرى. دلل على صحة العبارة. طبعا قلة وجود حواجز أو موانع طبيعية ده ساعد على التواصل بين الشعوب والحضارات. نخش على المجموعة التالتة يا شباب، ويا رب تكونوا مركزين معايا. فالسؤال الأولاني بيقول يعد القاسم المشترك في قيام حضارات. جاوبنا السؤال ده كذا مرة، بس هنا الإجابة مختلفة. هو بيقول رأس المال البشري، وهنا المقصود بيه كفاح الإنسان. تمام. هو مش شرط يجيب لي نفس الكلمة كل مرة، بيغير فيها. فهو أنا قال لك رأس المال البشري، ما هو رأس المال البشري ده المقصود بمين؟ الإنسان وكفاحه. طبعا المناخ شرحنا الجزء ده قبل كده، فمش محتاجين نعيد عليه.
طيب أي من القيم الإنسانية الآتية لعب نهر النيل دورا هاما في إرسائها بين المصريين نتيجة فيضان؟ هنا بقى بيتكلم على الفيضان. فلما كان الفيضان يجي كان المصريين بيعملوا ايه؟ بيبنوا جسور وبيحافظوا على مياه الفيضان. فالإجابة طبعا عندنا الوحدة والتضامن، كانوا بيتوحدوا من أجل مواجهة الفيضان. يلا يا شباب نخش على السؤال اللي بعد كده. بيقول ازداد الرخاء ورغد العيش في مصر القديمة لتنوع محاصيلها مما يمثل قيمة هامة لدى المصريين. طيب لما كان بيتنوع المحاصيل الزراعية أو إيه السبب اللي كان بيخلي المحاصيل الزراعية تتنوع؟ طبعا الطبيعة المناخية. تمام. الطبيعة المناخية خلت المحاصيل الزراعية، أنا مصمم على الصناعية مش عارف ليه، المهم يعني المحاصيل الزراعية برضه، المحاصيل الزراعية سبب تنوعها الرئيسي هو الطبيعة المناخية. طول ما المناخ متنوع اعرف على طول انه المحاصيل متنوعة. تمام. ودي في اي بلد في الدنيا طالما فيها مناخ متنوع اعرف انه عندها زراعة وانتاجها الزراعي متنوع. ماشي يا شباب ويا بنات، عشان انا بقول بس شباب فاحنا معانا بنات برضو اكيد بتتابع. فيا رب تكونوا مركزين معايا وبتستفادوا من اللي احنا بنقوله. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول حدد العلاقة بين موقع مصر الفلكي والحضارة المصرية القديمة. خلي بالك موقع مصر الفلكي ممكن نجاوب بإجابتين. فالإجابة الأساسية عندنا بالنسبة لي الموقع الفلكي جعل مصر تقع في المناخ الصحراوي الحار اللي ساعد على حماية الآثار المصرية. برضو المناخ بتاعنا متنوع، هو مش كله حار، فده ساعد على تبادل المصريين القدماء المحاصيل الزراعية اللي تنوعت بسبب ايه؟ المناخ. طب هو اصلا المناخ متنوع ليه؟ علشان موقع مصر الفلكي. ماشي يا شباب مركزين معايا؟ فدي الإجابة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول بما تفسر تعدد الحدود الطبيعية لمصر بمثابة الدروع الواقية للمصريين القدماء؟ ليه؟ طبعا لأنها ساعدتهم على الدفاع عن بلادهم ومقاومة المعتدين والطامعين في خيراتهم. تاني حاجة حققت الأمن والاستقرار. وبكده خلصنا يا شباب، وأتمنى تتفاعلوا معانا وتعملوا اشتراك وخلاص. بس يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.